القرآن على فكرة تحدث عن حالة الانحدار الأخلاقي الغربي المعاصر. كيف؟ يعني هو مشروع شيطاني بنص القرآن. يعني الله عز وجل لما إبليس قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني راح أخذ جزء من عبادك. طيب كيف الآلية؟ كيف التكتيك عندك؟ قال لأضلنهم. شوف أول مرحلة الإضلال، يعني إيش؟ أنت ماشي على الصراط المستقيم يضلك. الإضلال ما معناه أن تنحرف عن الصراط المستقيم، أنت رايح باتجاه معين، لما تنحرف مضيع الطريق ولا شيء يسمى ضالا عند العرب، فلان ضل الطريق يعني ما عاد هو ماشي بالصراط المستقيم. لا أضلنه، لأن هذه الآيات أصلا جاءت كلها في سياق الشرك والمرتدين بعد ذلك. طيب بعد ما تضلهم أنا وين أروح؟ أنا والله كنت رايح عند فيصل، بس الآن غيرت رأيي، غيرت الطريق. طيب وين رايح؟ لازم في بديل. هنا تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الأماني. ولا أمنينهم، بيخلق لك أماني بديلة عن الهدف الذي كان لديك في البداية. أنت الهدف سابقا كان عندك مرادات الله عز وجل، مرجعيتك، شلت المرجعية، وين أروح؟ لا أنا أعطيك أماني بديلة. طلع هنا مثلا في السياق الغربي القيم الكبرى هذه، الحرية، العدالة، التنوير، العلم، العقل، هذه كلها أوهام. صح في علم، صح في عقل، صح في كذا، لكن هذه ليست بديلا عن الدين، ليست بديلا عن الدين. الغرب اليوم الاتحاد السوفيتي وصل لأقصى ما يمكن أن يصل إليه في حالته عن العلم، صح ولا؟ بل أحيانا في مرحلة تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه نهار، لأن العلم ليس كل شيء، أباد الإنسان. تمام؟ فأنك تقولي والله عصر العلم، عصر العقلانية، عصر هذه ما تؤكل عيش، ما تؤكل عيش. وإلا لو كانت تؤكل عيش ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، أنكم تلاحقون الأطفال لتغيير جنسهم. تمام؟ إذن خلق له أماني، أظل أول شيء، بعدين عطى أماني على أساس يتسلى فيها ويروج نفسه ويضحك على نفسه بهذه الأماني. بعدين تغير الخطاب، قال ولا آمرنهم. وصلنا مرحلة الأمر من الأعلى إلى الأسفل. ما في أحد يأمرك هو مساو لك، الذي يأمرك هو سيدك، هو من هو أعلى، مديرك، شيء من هذا القبيل، أبوك، واحد فوقك أعلى منك. لاحظ غير العبارة، قال آمرنهم. والقرآن في أكثر من مرة يقول يأمركم بالفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر. شوف خطوات، الخطوة الأولى الإضلال، الخطوة الثانية التمني، يخلق لك أماني، الخطوة الثالثة أنك تكون إيش؟ بعدين يغير القرآن اللفظ هنا، ما يقول يوسوس ولا ينزغ، لا، استحوذ عليهم الشيطان، صار تحت سيطرته، تحت مملكته، يعني خلاص سيطر عليك، صرت أنت متبع له. ولذلك الآن القرآن يستخدم عبودية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ما في أحد يركع ويسجد للشيطان، لكن الانصياع التام، الخضوع التام لأوامر الشيطان هي عبودية الله. هنا